وحشتوني، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض فرخه مشويه في الفرن، طريقه سهله وبسيطه بتتبيله مميزه جدا وسهله، ومكوناتها موجوده في كل بيت، وكمان هتطلع معاكي خطيره ودايبه حتى لو الفراخ كبيره. يعني حتى لو الفراخ البيضه الامهات اللي انتي بتجيبيها تعمليها كبيره. دي كانت فرخه تيتا الله يبارك لها مديهاني، كانت كبيره في الحجم مش في السن، بيضه. فانا عملتها بتتبيله مميزه وطعمها يعني خرافة، واستوت في ساعة وربع زي ما انتم شايفين كده. انا كنت غسلتها كويس ونقعتها طبعا قبلها بليلة مع حلول نقع. بيبقى عبارة عن مية وسكر ملح، المنكهات بتاعتك بقى ليمون، ولو عندك برتقان شرايح برتقان ولورا وحبهان ولومي وقرنفل، وتسيبيها ليلة بتطري معاكي أنسجة الفرخة، بتبقى يعني بتخليها طرية مهما قعدت يعني في الفرن تخليها طرية. زي ما انتم شايفين كده انا عملت لها يعني ايه في الأنسجة بتاعت الصدر عشان تشرب التتبيلة. نغستها كده بالسكينة كويس وابتدي اعمل التتبيله. الفرخه زي ما انتم شايفين كده هي في الحجم كبيره، انما مش في السن مش كبيره، بس تقدري تجيبي فراخ امهات كان هي مثلا فراخ رومي. في ناس بتعمل كده، بتعملها بتشويها في الفرن بطريقه بنفس الطريقه كده، بس بتاخد مده اطول شويه في الفرن، بس بتبقى طعمها حلو يعني جربيها. هنا كده انا كنت جبت البصل وطماطم ضربتهم الاول مع بعض، وهبتدي بقى اعصر ليمونتين صغيرين او ليمونه كبيره. انا بفضل احط القشر لانه بيديها مزازه وبيديها طعم ويشيل الزفاره. لو مش حابه تحطي او حابه تحطي واحده بس ماشي. ودبس رمان لو متوفر، مش متوفر خلاص. وصويا صوص برضو لو متوفر، مش متوفر خلاص. هنحط التوابل بتاعتنا وهسيبها لكم برضو في صندوق الوصف. ملح حسب الرغبه، فلفل اسمر، كاري، بابريكا مدخنه او بابريكا عاديه، بهارات مشويات، بهارات فراخ اللي متوفر عندك، 7 بهارات برضو اللي متوفر عندك، قرفة بودر، بأكد على القرفة بتدي نكهة وطعم حلو قوي للمشاوي ماشي. وكمان توم بودر، بصل بودر، انا كنت عندي توم بودر وبصل بودر وبابريكا حطاهم مع بعض عشان بستخدمهم معظم الوقت مع بعض، فهضيفهم. وكمان هضيف زبادي، علبتين او علبة. يعني انا جبت علبة كبيرة قسمتها نصين عشان انا عايزة احط منها قبل ما ادخلها الفرن تاني على الوش، واحط في الخلطة برضو علبة، فانا جبت علبة كبيرة وقسمتها نصين. زعتر وروزماري لو متوفر عندك بيدي نكهة حلوة قوي، وورق لورا، ولو عايزة تحطي سنة حبهان، جوز الطيب، كل التوابل دي هكتبها لكم برضو في صندوق الوصف. هبتدي كده اضربهم كويس وادهن يعني ادعك بيهم الفرخه كويس جدا واوصلها كل الانسجه. يعني كل حته في الفرخه كده اغطيها بالتوابل دي، ريحتها يعني حلوه قوي، تشم ريحتها مجرد كده ما تفتحي الكبه خطيره. كمان دي تغمزي بقى كده بيها بالعيش الخلطه دي بعد ما بتستوي بتبقى طعمها فظيع. زي ما انتم شايفين كده هبتدي بقى ادخل كده تحت الجلد وفي بطنها من تحت وحوالين الفرخة كلها. وعلى فكرة اللي في جلد الفرخة ده طبعا احنا مناكلش الجلد، بس اللي في جلد الفرخة ده من عند صدرها دي مش حاجة وحشة، دي مكان عشان هي في الوزن كبيرة، وعشان بتبقى معظم الوقت قاعدة على الأرض. كده انا غطيتها في التلاجة وسبتها مدة ليلة كاملة، وغطيتها بستريتش يعني او كيسة عندك وتغلفيها تحطيها في التلاجة عشان تشرب التتبيله. وجبت باقي علبة الزبادي وحطيت بابريكا وقرفة وتوابل فراخ او ال7 بهارات، واقلبهم مع بعض كويس، وادهن بيهم وش الفرخة زي ما انتوا هتشوفوا كده معايا، وتحت الجلد وفي كل حتة كده من الجناب، تبقى تديها تست حلو. اعملي الخطوه دي مع جميع المشاوي بتدي تست حلو. زي ما انتم شايفين كده هربطها كويس عشان تدي شكل بس حلو بعد ما تستوي عشان اعرف اقدمها. طبعا تقدري تقدميها مع رز بسمتي، تقدري تقدميها مع عيش وطحينه وسلطه ومخلل، تقدري تقدميها مع رز معمر. انا كنت بصراحه عامله رز معمر في اليوم. وهبتدي بقى ازود كده كوبايتين من الميه
واغطيها بورقة زبدة وفويل لو عندك، او اي غطا، يعني غطا يقفل على الصينية، عشان احنا عايزين نكتم البخار، عشان عايزينها يعني ايه تستوي منها في بعضها، ما نحطش ميه تاني. كده دي شكلها بعد ما استوت. شفتوا هي نزلت ميه، ما زودتش اي ميه خالص. شكلها حلو، خدت اللون الحلو. بشيل ورقه الزبده والفويل. لو لقيت ان هي محتاجه لسه تتحمر بطفي وبولع الشوايه من فوق تاخد لون بس كده حلو، اكون راضيه عنه، واروح جايه مقدمه مطلعه. بس انا على ما جيت اشيل ورقه الزبده لقيتها هي احمرت وخدت اللون ده لوحدها. بصراحه كانت طعمها خطير لا يقاوم. زي ما انتم شايفين كده. دي كانت طريقتي في الفراخ المشويه في الفرن. تقدري تجربيها وان شاء الله هتعجبك. وما تنسيش اختك في لايك وكومنت حلو وشير، ولو لسه مشتركتيش في القناه اشتركي. ويا ريت تشجعوني لان القناه حرفيا المشاهدات واقعه، فيا ريت تشجعوني عشان انا بفرح قوي حتى لو سبتي نقطه يعني، او عملتي لايك قلتي كلمه حلوه بتشجعني جدا. كده انا خلصت وصفتي، اتمنى تكون هي عجبتكم. وما تنسوش اختكم بقى زي ما قلت لكم. باي باي، اشوفكم على خير في فيديو جديد.